اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. طبعا يا بنات ده كان أول يوم رجب، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا كان موافق برضو أول سنة في السنة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين. فطبعا بقى ايه، كان في شغل وفي تسليم اوردرات. فطبعا قلت ايه، نعمل كده فطار سريع. فاستعنت بالفراخ اللي كنا عاملينها قبل كده معانا، وكنا متبلينها وحطيناها في الفريزر، الفراخ المشويه. فطلعتها من بالليل في الفريزر، من الفريزر، ورحت سايباها على الرخامه، وطبعا كانت فكت تاني يوم الصبح. تمام. جبت الصاجه كده وحطيت عليها الورق الفويل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهنا الفراخ بتاعتنا، وجبنا الشبكه بتاعتنا اللي هنشوي عليها الفراخ، وابتديت ان انا ارصص الفراخ بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. رصصي طبعا الكميه اللي انت محتاجاها. فانا هبتدي ارصصها كده، مسكت كده بالمساكه وفي ايدي التانية شوكه عشان اعرف ارصهم كويس. طبعا يا بناتي، هي بتاخدش وقت كتير في الفرن. يعني هي ممكن بتاخد هنقول ساعه الا ربع، يعني ما بتكملش ساعه في الفرن. طبعا هي متبله كويس، وكانت طبعا كمان مدقوقه كويس، يعني ما بتاخدش سوا، ما تستحملش ان هي تاخد سوا. طبعا يا بنات، هنا انا بشوي الفراخ دي لان انا كنت مستعجله، بقول لكم عندي شغل وعندي اوردرات عايزه اخلصها، فقلت اعمل كده فطار حلو كده على السريع. كنت مشغله الفرن، وطبعا دخلت الفراخ الفرن، وهنا حطيت حله على النار هنعمل فيها الخضار بتاعنا. وطبعا برضو محتاجه ان انا اعمل حاجه سريعه علشان اقدر ان أنا اخلص بقيه الحاجه بتاعتي. كنت طبعا خبزت الكيك وسبته يبرد علشان ابتدي ان انا اشتغل فيه. وطبعا هنزل لكم بشغل بشغل كله ان شاء الله هوريه لكم. وكنت طالعه معاكم لايف على شغل السنه الجديده، كل سنه وانتم طيبين. طبعا هنا يا بنات انا هعمل ايه، هعمل الخضار بتاعي. فطبعا هنا انا حطيت حله على النار فيها شويه زيت، ونزلت كده بمعلقتين كده من الثوم المفروم. طبعا هتقولوا الثوم اخضر ليه، هقول لكم لان انا فرمه مع الثوم ده في الكبه لما باجي اعينه في الفريزر، بفرم معاه فلفل من اللي هو الفلفل الحامي. تمام، اذا كان اخضر او اذا كان احمر. تمام، بيكون طعمه حلو قوي، بيديست حلو قوي للثوم. اول ما هنا الثوم حسيت ان ريحته طلعت على طول، الثوم ما تحمرهوش، ريحته تطلع، تقومي عامله ايه، تقومي حاطه فيه الطماطم على طول. نزلت كده بالفلفل الاسمر والملح والشطه، وكمان حطيت 7 بهارات، ونزلت كمان معلقه من السكر. هتسيب الكلام ده كله يغلي كده وتسبك. وهنا هفتح الفرن، شايفين ما شاء الله اللهم بارك الفراخ بتاعتنا عامله ازاي. طبعا المحروق ده يا بنات، ده التتبيله اللي انا كنت بنزلها على الفراخ وهي بتشوي. يعني طول ما هي بتشوي كل ربع ساعه كده بقلبها من جنب لجنب، وارش عليها تتبيله من اللي معانا. طلعنا الفراخ طبعا بعد ما خلصت اهي، وكانت التسبيكه بتاعتنا على النار. طبعا بحاول ان انا اخلي الفراخ يا بنات كده، يعني بتكون برضو شبكة شوية في الشبكة. بحاول كده ان انا اخليها بالشكل ده كده علشان لما اجي اطلعها تطلع معايا بمنتهى السهولة. هتكي عليها كده تكات بسيطة كده بالسكينة او بالمعلقة، هتبصي تلاقيها طلعت معاكي زي الفل. تمام. شوفوا ما شاء الله، هوريكم دلوقتي كمان. بجد يا بنات طعمها بيكون تحفة تحفة وخطير بجد. يعني بصوا احلى من اللي بنشويها يعني في المحلات. لا دي طعمها جميل قوي، حاجة معمولة في البيت ونظيفة، انتي غسلاها وضمناها 10/10. زي ما انتوا شايفين كده نزلنا الفراخ بتاعتنا بالشكل ده كده. وهنبتدي دلوقتي ان احنا نعمل ايه، هحط بقية كمية الفراخ اللي انا عايزاها هحطها تاني، وهشغلها برضو في الفرن على ما اكمل بقية الاكل. على ما اكمل بقية الاكل هتكون بقية الفراخ بتاعتي استوت. هنا طبعا جبت كده الحافظة، حطيت فيها كمية الفراخ اللي انا شويتها وعشان عايزاها تكون سخنة. وهنا بقى هنزل بالبطاطس بتاعتي. انا هعمل بطاطس بتومة بس يا بنات، طعمها بيكون تحفة قوي مع الفراخ المشوية، وكمان مع الرز اللي احنا هنعمله دلوقتي. زي ما انتوا شايفين، اول ما الطماطم كده حسيت ان هي التسبيكه بتاعتي بقت كويسه وتقلت، حطيت فيها البطاطس بالشكل ده كده، وسبتها تاخد مع بعضها كده وتدي بشكل ودي. تمام، حلو الكلام، حلو قوي كده. طبعا لسه اول مره بيشوفني ما ينساش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ويا ريت تقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد. هنا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا هنا البطاطس بقى ايه بتستوي كده في الصلصه بتاعتها. وكمان هعمل ايه دلوقتي، انا هغير مكان الحل بتاعتي، هنقل واحده هنا وهحط التانية في النص كده، دي اللي هنعمل فيها الرز يا بنات. هنزل كده بكميه الزيت بتاعتي. تمام، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه مع بعض.
طبعا ما شاء الله اللهم بارك، احنا بنكون متجمعين مع بعض كلنا، فهنعمل كمية برضو محترمة من الرز زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا هنزل هنا كده ببصلايه صغنونه كده، اقطعها تقطيع صغير خالص، وكمان هنزل بواحده كمان صغيره زيها. الرز ده يا بنات تقدروا ان انتوا تعملوا رز بسمتي مكانه، مش شرط يكون رز مصري. يعني انا بعمل بسمتي او مصري، فما كانش موجود عندي بسمتي اشتغلت بايه، بالمصري عادي ما بتفرقش. طبعا هنا البصله انا مش عايزاها تتحمر، لا انا عايزاها بس تدبل وتستوي بس، مش اكتر من كده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هقلب كده في البصله تاني، وكل شويه هقلب في البصله كده تتبيل يعني ايه لغايه بس ايه ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. انا حطيت كده المستكه والحبهان المطحون. تمام. وهحط دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا، ادي معلقتين كاري ومعلقتين كمان كركم، وكمان هحط كده تتبيله الفراخ دي تحفه، بتخلي الرز طعمه تحفه بجد. وكمان هحط هنا المرقه، وهحط كمان الليمون المعصفر، وكمان حطيت عيدان كده من القرفة. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، شايفين الحاجات اللي انا حطيتها بس لوحدها ريحتها تحفة بجد، يعني ريحتها كانت خطيرة جدا. هنزل بالرز بتاعي كده، وهبتدي بقى اقلب الرز بتاعي. لكل كيلو رز يا بنات انا هحط معلقة من الملح. لكل كيلو رز مصري بتحطي معلقة من الملح، بيكون جميل جدا. كمان هنا انا مراعية ان انا حاطة مرقة. هنزل كده بالمية بتاعتي السخنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد ما انزل بالمية بتاعتي السخنة هبتدي اظبط كده اظبط المية بتاعتنا. تمام. وطبعا مقدار المية بيكون معروف بالنسبة للرز المصري. تمام. هزود كده شوية مية، وغطيت كده الحلة بتاعتنا، وهنسيب بقى الرز بتاعنا يتشرب. هنجيب حلة تانية ونحطها على النار علشان نعمل فيها شوية شوربة بقى، لزوم بقى ايه، لزوم الصيام. ادي الشوربة بتاعتنا. تمام. ادي كمان كده الحلة بتاعتنا. هحط الحلة، وهعمل ايه بقى دلوقتي، هنزل كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. اول ما الحلة تنشف خالص هنزل كده معايا بكيس لسان عصفور، من غير اي مواد دهنية، من غير اي مواد دهنية، ايوه من غير اي مواد دهنية خالص. انا نزلت كده بالعصفور بتاعي. المكرونة هقعد اقلب فيها، هتاخد معاكي وقت شوية، بس بجد يا بنات بيكون المكرونة حلوة قوي، يعني بتكون مش دسمة، وبتكون حلوة قوي في الصيام. طبعا حسيت ان الحلة صغيرة، فغيرت كده ووسعت لها عشان ايه، عشان المكرونة تكون حلوة. هنا ابتدت ان هي لون المكرونة بتاعي يتغير، زي ما انتوا شايفين كده، ملاحظين ان لونها اتغير اهو. هحط لها كده فص من المستكة كده تحت علشان يدوب. اما بتحطي فص المستكة ده بتشمي ريحة تحفة ما حصلتش بجد يعني. هنزل بقى بالمرقة هنا. هحط هنا ايه، انا حاطه هنا كيس مكرونه لسان عصفور. هحط هنا 3 مكعبات كده من المرقه. تمام. وهنا شايفين البطاطس وشايفين الرز بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم هنا دلوقتي كمان شكل الفراخ بتاعتنا. وهنا كنت مولعه حته فحمه، حطيت حته الفحمه زي ما انتوا شايفين كده على الرز بتاعنا، وطبعا حطيت شويه زيت صغيرين. طبعا الحركه دي يا بنات بتخلي الرز بتاعنا ريحته تحفه. حركة الفحمة دي بتخلي ريحة الرز بتاعنا تحفة. بتحسي كل حاجة هنا بتكون طعمها وريحتها فحم بجد، كأن كله مشوي مع بعضه. البطاطس بتاعتي استوت، وطبعا الرز بتاعي هديت عليه. طبعا يا بنات المكرونة اللي هي لسان العصفور، انا بعد ما حطيت الحاجات دي كلها حطيت عليها المية اللي بتغلي، وغلت غلوتين 3، وبحط الملح وبطفي عليها. تمام. هي بتستوي من خلال ان هي بتكون سخنة، بس ما بسيبهاش ان هي تتهري، لان طبعا لو اتهرت هيبقى طعمها مش حلو. هنا بقى هنعمل ايه، هنحط كده شوية زيت صغيرين مش كتير قوي، مش هنحط سمنة. طبعا لو حمصنا الحاجات دي بسمنة يبقى الدنيا باظت. هننزل كده بايه، هننزل معايا هنا مكسرات هحمرها. طبعا هنزل بالمكسرات الاول، وبعد كده هنزل بحاجة تانية. طبعا يا بنات هتقولوا لي حاطه فحم على الرز، هقول لكم بيخلي الرز تحفه تحفه تحفه، بيكون طعمه خطير. هنا كميه هي من المكسرات، ما نبخلش على نفسنا بحاجه. كل سنه وانتم طيبين. مش عشان احنا مش في رمضان، يعني احنا بنحبها كده بالمكسرات، بتكون طعمها تحفه. هبتدي هنا بقى ان انا احمص كده المكسرات. هتلاحظي ان لون المكسرات كده حمص معاكي وبقى طعمه حلو. في ناس هتقول لي طب ليه مش بسمنه او بزبده، الجو برد
وطبعا لو بسمنة او بزبدة مسافة ما تبرد خلاص هيبقى طعمها طعمها وشكلها مش ظريف خالص. الحاجات دي كلها هتبقى معلمة فيها كده. تمام. هنا بقى هبتدي كده احمص بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا معانا زبيب، ايوه معانا زبيب، بس لسه مش هنحط الزبيب دلوقتي. 5 كده وهنحط الزبيب بتاعتنا. يعني اول ما تحسي كده ان لون المكسرات ده اتغير معاكي قومي حطي على طول الزبيب بتاعك على طول فيها. تمام. بقلب فيها كده بس على نار هاديه، انا مش معليه النار خالص وانا بحمص المكسرات. تمام. هنزل كده بشويه كده من الزبيب بقى كده. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وكان كده الاكل بتاعي كله يعتبر خلصان. البطاطس بتاعتي خلصانه، العصفور بتاعي تمام، الرز بتاعي، الفراخ المشويه، الفراخ يا بنات بفضيها في الحله، وبعد كده بجيب حته فحم برضو بحطه في طبق، وبحط عليه شويه من الزيت برضو علشان تكون مدخن، يكون كل الاكل طعمه مدخن. بس اهم حاجه حطي طبق صغير او ورق فويل اي حاجه تعزل ان الفحم ما ينزلش الزيت بتاعه على اللحمه اللي موجوده بتاعتك او على الاكل بتاعك عامه يعني. هنا خلاص كده يعتبر خلاص اتحمص معانا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هو بياخد وقت شويه بس ما علينا. طبعا يا بنات انا كل ده عشان كنت اخلص الشغل التاني اللي ورايا. طبعا بس حبيت ان انتوا تشاركوني وتكونوا معايا في يوم زي ده. كل سنة وانتم طيبين. هنا خلصنا بقى، هنغرف بقى الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وشايفين بقى الشوربة بتاعتنا. انا حبيت ان انتوا تشوفوا معايا المنظر ده. ما شاء الله اللهم بارك. شكله حلو قوي. بنجيب صينية كبيرة كده وبنحط عليها بقى الرز بتاعنا، وكمان هرصص عليها الفراخ. هتشوفوا الكلام ده كله دلوقتي معانا. طبعا هنا الرينج لايت اتهز، انا رصيت الفراخ وبعد كده